خلاص ما راح تزيدوا تشروهم من برا. هاد لي كريب كروستيون اللي لازم ديروهم باش تخلعوا بهم داركم. الوصفه شاريتها معكم صافي شحال وناجحه 100% مقرمشه وهبال. السلام عليكم. الوصفه اللي جامي نبدلها تاع الكريب المقرمش سيهل ماهل وبنتو كالعاده الهبال تاع الدنيا. الحاجه الاولى اللي نديروها في ريسيبيون درت 4 بياض بيض مع 2 مغارف كبار تاع السكر، قرصه تاع الملح، مغرف صغيره تاع لافاني، ونطلع كلش بالباتو حتى نحصل لهاد القوام. نحطو بجهه ونروح نجيب ريسيبيون درت فيه نص لتر تاع الحليب. لازم يكون حليب بارد مليح، ديروه في الكونجيلاتور حتى وين قريب يتكونجيلا. للامانه استخدمت الحليب تاع البيض، نطلعو مليح بالباتو بهذه الطريقه حتى وين يولي لنا هكذا كوم اون موس. بعدها نروح نجيب 220 غرام تاع الفرينه اللي تجيكم 10 مغارف يكونوا اكبر، ندخلها على دفعات ودائما نغربلها ونكمل نخلط غير بالباطو. بعدها كنت دوبت 50 غرام تاع الزبده وخليتها تبرد مليح وجيت دخلتها على الخليط بهذه الطريقه وممتون نخلط بالباطو. نروح نجيب بياض البيض وندخلو كيف على دفعات ونخلط غير بالفوي بالعقل حتى نحصل على هذا القوام اللي يكون. روحوا جيبوا اي مقله ولا طاوه تكون مليحه ما تلصقش، اذا كانت تلصق شويه دهنوها بشويه تاع الزيت ونجو نطيبوهم على نار متوسطه. لازم تمشوهم بالبانسو بهذه الطريقه، خلوهم يتحمروا مليح. في هذه المرحله لازم يدكم تكون خفيفه شويه. اذا شفتوا زوائد بزاف من الفوق تقدروا تنحوهم هكذا بموس يكون رقيق باش تجيكم الحبه مقرمشه. وبين كل طبقه وطبقه درت لا كريم بيستاش تاع الطوبي الغنيه عن تعريف اللون والذوق والبنه، ودرت ميم طبقه تاع الشوكولا اتارتيني. شوفوا كل ما طيب لكم حبه حطوها فوق الحبه اللي دهنتوا عليها، معناتها غير طيب حبه لصقوها، روحوا طيبوا واحده اخرى زيدوا جيبوها لصقوها وكملوا بهذه الطريقه. تغلقوها من الفوق بحبه تكون شابه، تزيروا عليهم مليح بهذه الطريقه، تقطعوهم تزينوهم كيما حبيتوا بشوكولا تارتيني لا كريم بيستاش البنان وبصحتكم.